السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل الفطار، هعمل سمك مقلي. اول حاجه نضفت السمك كويس جدا وغسلته ميه وليمون ودقيق وملح. بعد كده عملت الخلطه بتاعتي، جبت شبت وكزبره خضراء وتوم كتير وحطيتها في الكبه فرمتها. بعد كده حطيت طماطم وبصل، قطعت طماطميه وبصلايه يعني على الخلطه دي، وحطيت عليهم شويه خل وليمون وملح والبهارات بتاعتي اللي هي كمون، كزبره ناشفه وملح، وحطيتهم في الطبق ده. وبعد كده حشيت السمك والباقي منها حطيته على السمك من فوق كده، وبسيبه حوالي ساعه او 2 يتبل في التتبيله دي. وبعد كده بقى جبت لما جيت اقليه او احمره، بيكون قبل الفطار بحوالي نص ساعه كده، حطيت دقيق وعليه النشا بتخليه مقرمش كده وبيكون حلو وناشف. بعدين غلفته كده بالخلطه دي بالنشا والدقيق. وطبعا الخلطه اللي انا حطيتها من بره على السمكه بشيلها علشان ما تقعش في الزيت، بس اللي انا حشيته من جوه. بعد ما خلصت الكميه اللي عندي حمرتهم في الزيت. طبعا بجيب الطاسه بتاعت السمك، مش بحمر في اي طاسه كده، بحمر في طاسه كده سايباها للسمك علشان مش تبوظ يعني. بعد كده عملت بتنجان مخلل، كان عندي شويه بتنجان كده في التلاجة، قلت اخللهم بطريقه سهله كده. غسلت البتنجان كويس وشلت البتاع اللي بتبقى فوق دي، وبعد كده سلقته على النار حوالي نص ساعه. ولما سبته يبرد عملت التتبيله بتاعته، كانت شبت برضو بقدونس وتوم وقرن شطه، ممكن حامي وممكن بارد. بعد كده فتحت البتنجان من الطرف وحشيته بالخلطه دي. وطبعا ما نسيتش الملح والبهارات بتاعتي، اي بهارات بقى بتحبيها ممكن تضيفيها. وبعد كده بحطه كده في الطبق، ممكن تحطيه في طبق بلاستيك عشان تعينيه في التلاجة، وممكن عند التقديم برضو هو سريع يعني. بعد كده حطيت بقيه الخلطه فوقه كده، وحطيت زيت زيتون، وحطيت شويه خل على الوش وليمونه، وعصرت عليه ليمونه. بقدمه دايما مع السمك المقلي، او ممكن تحطيه في السحور، او ممكن تاكليه مع اي حاجه. وعملت الرز، وده كان الفطار بتاعي. يا رب يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.